غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة. والله إن العقل يحار عند الحديث عن الجنة ونعيمها. عما نتكلم عن أنهارها، عن طعامها، شرابها، حورها، قصورها، أهلها، وصفها، درجاتها، عما نتكلم. حتى لو تكلمت عن هذا كله يبقى أنها لم تخطر على قلب بشر. مفتاحها لا إله إلا الله. أول من يدخلها رسول الله، يتنعم فيها أهل النعيم برؤية وجه الله. فيا لله ما أطيب نعيم الجنة، وما أزكى ريحها، وما أطرب ذكرها. وأبشركم أننا سندخل الجنة. أبشركم أننا جميعا من أهل الجنة بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتصديقا لكلام رسول الله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الجنة تلك الأمنية الغالية التي يسعى إليها الساعون ويتسابق إليها المؤمنون. الجنة شعلة تهوي قلوب العاشقين وتسهر ليل المتعبدين. هي دار غرسها الرحمن بيده وجعلها مقرا لأحبابه، وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه. وصف نعيمها بالفوز العظيم، وملكها بالملك الكبير، وأودعها أنواع الملذات، وطهرها من العيوب والآفات. فلا إله إلا الله ما أعظم فوز الجنات. فإن سألت عن أرضها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاغها فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهي اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها ففضة وذهب، وإن سألت عن ثمرها فأحلام من العسل، وإن سألت عن ورقها فألين من الحلل. إن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون، ولحم طيب مما يشتهون. إن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، إن سألت عن فرشها فالطائر أعلى من الرتب، وإن سألت عن خدمهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. هي نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وفاكهة وخضرة. فيها العباد المنعمون الذين يأكلون ولا يتغوطون، يشربون ولا يبولون، يتطيبون ولا ينتخطون. فيها الوجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة، ريحها من أطيب الريح. قال عليه الصلاة والسلام: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. رواه الإمام أحمد والنسائي. كان الصالحون ينوعون القربات ويتسابقون إلى الخيرات. انظر إلى الصحابة الكرام، وقد جلسوا حول نبيهم عليه الصلاة والسلام فحدثهم عن الجنات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. ثم قال: وللجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وانظر إلى السؤال الفطن من أبي بكر رضي الله عنه. يقف أبو بكر قائلا: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني تستطيع أن تعمل هذه الأعمال كلها ثم تنادى من جميع هذه الأبواب. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. رواه البخاري ومسلم. نعم، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم
فادخلوها خالدين أبوابها 8 واسعة بين مصراعي كل باب مسيرة 40 عاما ولا يزدحمن عليه المؤمنون ولا يلتقين عنده المحبون. فيا أيها المسلمون كلما كان العمل أكثر كان الثواب أعظم والوجه أنظر والجزاء من الله أكبر. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتحطون ولا يدخلون أمشاقهم الذهب ورشحهم المسك ومجامعهم الألوة وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم أي أشكالهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء يدخلونها جردا مردا ريضا جعدا مكحلين أبناء 33. فإذا دخلوها فإذا الأشجار تفوح بالأطياب والملائكة ترحب عند الأبواب وقد رضي الله عنهم الملك الوهاب رقت منهم القلوب وأكرمهم علام الغيوب. قال صلى الله عليه وسلم عن أقل أهل الجنة نعيما إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسوره مسيرة 1000 سنة. قال وأكرمهم على الله الذي ينظر إلى وجه الله تعالى غدوة وعشية. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فاللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. وعند الطبراني مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة الرجل في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر إلى أزواجه وسروره ينظر إلى أزواجه وسروره فيا عجبا كيف يبيع عاقل الجنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبريات. كيف يبيع أنهارا من لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين. كيف يبيع سماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والألحان. فيا أيها الناس سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من البينات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن ربي جواد كريم. الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها المسلمون روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا راغبا في الجنان وطالبا رضا الرحمن يا خاطب الحب الكسان وطالبا ليصالحن بجنة الحيوان
لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت لبثت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأكفان. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن قمت الوصال فلا تكن بالواني. أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني. فاعشق وحدث بالوصال النفس واقبل مهرها ما دمت ذا إمكان. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الفصل يوم الفطر من رمضان. واجعل نعوت جمالك الحادي وسر طبق المخاف وهي ذات أمان. هذا شيء من نصف الجنة، وفيها والله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهنيئا لأولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا وإن للحديث عن الجنة أشجانا وتغريد أنوال الحانا، ولكن المطعم لا يتسع، وللحديث بقية في جمعة مقبلة إن شاء الله. عباد الله، أكثر من الصلاة والسلام على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين، وعن آله الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم اكشف ما نزل من الشدة والبلاء والأهواء لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل بمنك وفضلك ورحمتك وحسن ظننا بك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك حياة طيبة رضية موصلة إليك دالة عليك يا رب العالمين، ونعوذ بك اللهم أن تنهينا الدنيا عما خلقتنا لأجله يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الثبور. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم سدد رميهم ورائهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم وفق وليهم لنا بهداك وطاعتك. اللهم اجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح البلاد والإسلام والمسلمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.